قبل بداية كل سنة باحب إن أنا أعمل كام خطوة أستعد بيهم للعام الجديد، خطوات بسيطة وشوية تغييرات بتساعدني إن أنا أخرّج الطاقة السلبية اللي جوايا وأشحن طاقتي من تاني عشان أبدأ العام الجديد بطاقة إيجابية. وبما إننا بدأنا في العام الجديد خلاص، فأنا مش هاقول لكم إزاي نستعد للعام الجديد، ولكن هاقول لكم إزاي أنا استعديت للعام الجديد. فيالّا بينا مع بعض نشوف استعداداتي ل2025. التلميع والتنضيف وإعادة الترتيب من أكتر الحاجات اللي بتخلي طاقة المكان طاقة إيجابية، لأن واحنا بنمسح التراب احنا بنمسح كل طاقة سلبية جوانا، كل ذرة تراب موجودة على المكان اللي احنا قاعدين فيه أو موجودة حوالينا عبارة عن فكرة سلبية. نقدر إن احنا نطرد الفكرة السلبية دي بعيد بإننا نمسح التراب بتاع المكان اللي احنا قاعدين فيه. إعادة الترتيب والتنظيم بتفرق معانا بنسبة كبيرة بإننا نخلي دايمًا الحاجة اللي إحنا شايفينها حاجة مترتبة ومتنظمة، فبتبقى مريحة لعينينا، ودي كده أول خطوة بدأت بيها الاستعداد للعام الجديد. والتنظيم وإعادة الترتيب والتنظيف مش بس للمكان اللي احنا قاعدين فيه أو المكان حوالينا، ده كمان لكل الأجهزة اللي احنا بنستخدمها سواء الموبايل أو اللابتوب أو التابلت، زي أكننا كده بنعمل decluttering لكل حاجة في حياتنا. نبدأ نشوف الحاجات اللي موجودة على الموبايل بتاعنا اللي احنا مش بنستخدمها أو مش محتاجينها. كتير أجهزتنا بتكون مليانة بصور متكررة أو فايلز احنا مش محتاجينها ومش هنرجع لها تاني، نبدأ إن احنا نتخلص منها. وبالنسبة للسوشيال ميديا نشوف احنا بنتابع مين، وأي حد مش بيقدم لنا إضافة وبيأثر علينا بشكل سلبي نلغي الفولو عنده، ودي كده تاني خطوة أنا عملتها. والتغيير والتجديد من أكتر الحاجات اللي بتفرق في النفسية وبتحسسنا إن احنا أضفنا شيء مميز لحياتنا أو للمكان اللي احنا قاعدين فيه. مجرد شيء جديد أو تغيير بسيط نعمله نقدر إن احنا نغير من نفسيتنا ومن الطاقة بتاعتنا، وعشان كده قررت هعمل شوية تغييرات في غرفتي هبقى أشارككم فيها في فيديو تاني. وبعد سنة طويلة مرينا بيها بحاجات كتير منها الحلو ومنها الوحش وفيها كتير من الإنجازات البسيطة وكمان إخفاقات مرينا بيها، مننساش نفسنا في كل ده. مكافأة نفسنا حتى لو بحاجة مهما كانت بسيطة هتفرق معانا وفي نفسيتنا بنسبة كبيرة أوي. زي ما بقدم الهدية تقديرا للناس، فأنا هقدم هدية لنفسي أقدر بيها نفسي وأقدر بيها كل الحاجات اللي أنا عملتها، وإن أنا بحاول إن أنا مستمرة وإني أصلًا عايزة أعمل حاجة. والهدية مش لازم تكون حاجة معينة، أنا باقدّر نفسي بالحاجة اللي أنا باحبها والحاجة اللي أنا عايزة أجيبها لنفسي أو الحاجة اللي أنا محتاجاها. وبما إننا في الشتا فأجواء الشتا بتحب الشموع وأنا كائن رايق شوية، فباحب إن أنا يكون عندي شموع ريحتها حلوة. هاسيب لكم لينك بيج الشموع في الdescription box. والبادي سبلاش لا غنى عنه، فاخترت لنفسي بادي سبلاش بريحة حبيتها وهديت نفسي بيه. وبالنسبة لي سنة جديدة يعني مج جديد، لأن المجات من أكتر الحاجات اللي أنا باحبها، والمج ده من أكتر المجات اللي عجبتني وشدتني لأن شكله مميز جدًا. كمان هاسيب لكم لينك البيج اللي جبته منها في الdescription box. كده تكون الخطوة التالتة خلصت، وهي إني كافئت نفسي بالهدايا اللي شايفينها قدامكم دلوقتي، فالحمد لله. وكخطوة مبدئية عشان أبدأ أستعد للسنة الجديدة وأخطط لها صح، إني أراجع السنة اللي فاتت عملت فيها إيه، وهنا نرجع نفتح أجندة وبلانر 2024 ونشوف أهدافنا ووصلنا فيها لحد فين وعملنا إيه السنة اللي فاتت. ومن الحاجات الحلوة اللي عملتها في تخطيطي 2024 إني جيت في نص السنة ورجعت وقيمت الأهداف بتاعتي وبنيت لنفسي أهداف على مدار آخر 6 شهور من السنة ركزت عليهم وأنا براجع أهدافي، الحمد لله لقيت إن أنا حققتهم ودي حاجة حلوة جدا. وبكده نكون خلصنا خطوة مهمة. ومن أهم الخطوات اللي نشحن فيها طاقتنا ونجدد فيها من طاقتنا إننا نهتم بنفسنا، نختار بيجامة مريحة وناخد شاور رايق نهتم بيه بنفسنا، وكمان نعمل سكين كير روتين، نرش برفيوم ونخلي ريحتنا حلوة حتى لو هنفضل قاعدين في البيت. ناخد كده شوية وقت نقدم فيهم الحب لنفسنا ولروحنا ونقدرها شوية. والحقيقة إن الوقت ده من أكتر الأوقات اللي ساعدتني إن أنا أفصل وأشحن طاقتي وأفكر في الحاجات اللي أنا فعلا حباها وأركز مع نفسي أكتر. وبعد كل ده نقدر نعمل مشروب بنحبه ونقضي كده سيلف ديت بينا وبين نفسنا، نسمع فيه لروحنا ونفكر فيه في كل حاجة حابين نعملها وكل حاجة حابين نغيرها سواء في نفسنا أو في حياتنا خلال السنة الجديدة. وده اللي أنا حبيت أعمله عشان أقدر إن أنا أبدأ السنة الجديدة بتاعتي وأنا شحنة طاقتي كويس. عملت لنفسي مشروب بحبه
ولعت الشمعة وقعدت مع نفسي أسمع الأفكار اللي جوايا، أسمع روحي بتقولي إيه. أخدت وقت مع نفسي أفصل فيه وأحط نية لكل حاجة حابة أعملها خلال السنة الجديدة. ومن هنا نيجي للخطوة الأهم عشان نستعد للسنة الجديدة صح، نخطط للعام الجديد 2025. جبت البلانرز اللي هستخدمهم في تخطيطي للسنة الجديدة وبدأت إن أنا كده أفتحهم في مود رايق، وحقيقة ده المود اللي أنا كنت بسعى إن أنا أقعد أخطط فيه. إني أقعد أخطط في مود رايق بعد ما فصلت وشحنت طاقتي ده شيء مهم بالنسبة لي عشان أقدر أفكر كويس. فتحت البلانر وبدأت بقى إن أنا أخطط لكل حاجة عايزة أعملها وأحط الأهداف بتاعتي. بس أول حاجة بدأت بيها إن أنا كتبت النية بتاعتي لكل حاجة عايزة أعملها خلال السنة، وحددت الأولويات اللي حابة أشتغل عليها. وبعد ما أخدت وقتي في التفكير في الحاجات اللي حابة أعملها خلال السنة، قدرت إن أنا أرسم رؤية للسنة بتاعتي عايزاها تكون عاملة إزاي، ومن خلالها قدرت إن أنا أحدد الأهداف بتاعتي وكمان الخطوات اللي همشي عليها عشان أقدر أحقق الأهداف دي. وبعد ما عملت الخطوات دي كلها أقدر أقول إن أنا مستعدة لبداية العام الجديد وأنا كل طاقة ومتحمسة بنسبة كبيرة جدا. خطوات بسيطة قدرت من خلالها إن أنا أفصل شوية وأجدد من طاقتي عشان أبدأ العام الجديد صح، وبكده نقول ويلكم 2025. قبل أي حاجة لازم نكون عارفين إن الخطوات دي مش كل مرة بعملها زي ما هي، بس أنا بالنسبة لي المرة دي كنت مخططة إن أنا هعمل كل حاجة من الحاجات دي من بدري ومستعدة لها ومجهزة لها، عشان دي الطريقة اللي أنا كنت حابة أبدأ بيها العام الجديد بتاعي. وحاجة كمان، مش معنى ان انتوا ما استعدتوش بنفس الطريقة يبقى انتوا في حاجة غلط والعام بتاعكم مش هيبدأ بشكل كويس، لا. وانا مش بس بعمل كده عشان استعد للسنة الجديدة، انا الخطوات دي دايما بعملها لو انا داخلة على اي فترة جديدة او على اي مرحلة مهمة في حياتي. وحتى لو حاسين بفقدان شغف وفقدان للطاقة وعايزين نشحن طاقتنا، نقدر برضو نعمل الخطوات دي هيساعدونا ان احنا نفصل ونبدأ من جديد. وبس كده يكون فيديو النهاردة خلص. يا رب يكون الفيديو افادكم وعجبكم، ومتنسوش تعملوا لي فولو سبسكرايب في القناة. ودلوقتي اقدر اقول لكم ربنا يحل ايامكم واشوفكم دايما بتضحكوا. سلام.